انت تعرف ان جوجل بيحصل عليها حوالي 8.5 مليار عملية بحث يوميا. بس الفكرة ان الناس كلها او معظم الناس او معظم الضغطات بتيجي للعشر نتائج الاولى. في المقدمة طبعا بيجي ياخد نصيب الاسد النتيجة الاولى، ودي بيضغط عليها حوالي 28% من الباحثين. بعد كده بنبدأ ننزل بالنتائج او تقل النسب لحد ما نوصل للنتيجة العشرة، وبتاخد حوالي 2.5 بس في المية. اما فكره ان حد يضغط على الصفحه التانية ويبدا يدور في الصفحات التانية او يضغط على لينكات في الصفحات التانية، فدي تعتبر مش موجوده. عشان كده الويب سايت بتاعك لو مش موجود في الصفحه الاولى فغالبا هو يعتبر مش موجود. فانت تعمل ايه عشان الويب سايت بتاعك يظهر في الصفحه الاولى؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. يلا بينا. قبل ما نبدا لازم نعرف يعني ايه SEO. SEO ده هو عباره عن مجموعه من التقنيات البسيطة اللي بنعملها للويب سايت بتاعنا، بتقدر تفهم جوجل الويب سايت بتاعنا بيتكلم عن ايه، وتقدر تخليه مفيد للزائر اللي جاي من عند جوجل، وفي نفس الوقت تساعد على الترتيب في محركات البحث. طيب بعد ما بنعمل السيو او الاس يو، بيبقى النتيجة ايه؟ النتيجة زوار اكتر ومبيعات اكتر، طبيعي جدا. قبل ما نفهم ازاي ممكن نعمل اس او للويب سايت بتاعنا، لازم نفهم ايه هي المراحل اللي بتمر بيها محركات البحث، او ازاي محركات البحث بتشتغل. محركات البحث بتشتغل او بتتحرك على 3 مراحل. اول مرحلة اللي هي الكرولينج، ان هو بيبعت روبوتس، المحرك البحث بيبعت روبوتس يكتشف صفحات جديدة ممكن تضاف لمحركات البحث. بعد كده بيعمل عمليه اسمها اندكسنج، بيبتدي يحلل الويب سايت بتاعك. الكرولر ده اللي هو الروبوت ده بيبتدي يحلل الويب سايت بتاعك ويشوف النصوص والصور بتتكلم عن ايه، عشان يبدا ان هو يعمل لها عمليه اندكسنج او فهرسه. وبعد كده بيبتدي يظهر النتائج دي على محركات البحث طبقا للكلمات المفتاحيه اللي انت مستهدفها او اللي الزائر بيدور عليها. طب ايه هي انواع الاس او اللي احنا المفروض نعملها للويب سايت بتاعنا؟ هم بينقسم الى 3 انواع مهمين جدا، والمفروض كلهم يتطبقوا على الويب سايت بتاعنا بالترتيب ده كده. اول حاجه التكنيكال اس او، ده الخاص بالسرعه والامان وتجربه الموبايل، تجربه اليوزر ككل، بحيث ان هو الجوجل بتحب الويب سايتس اللي بتبقى فيها سيفتي عالي جدا، فيها الويب سايت ما يبقاش بطيء، ما يبقاش فيه اكواد كتيره، عشان تقدر ان هي ما تعملش عمليه زي ما قلنا قبل كده الباونس ريت، او ان اليوزر يخش يتضايق من تجربته مع الويب سايت بتاعك، سواء ان هو ما فيهوش مثلا ان هو يظهر على الموبايل او ان سرعته تكون بطيئه. تاني حاجه وهي الاون بيج اس او، دي الخاصه بالمحتوى اللي جوه الويب سايت بتاعنا ككل، من الكلمات المفتاحيه والعناوين ووصف الصور. اي كونتنت جوه الويب سايت بتاعنا يقول للزائر او يقول لمحرك البحث احنا بنتكلم عن ايه، ده مهم جدا، والمفروض ان هو نهتم بكل جزئيه فيه. اما ثالث حاجه وهي الاوف بيج اس او، اي حاجه بتحصل بره الويب سايت بتاعنا، يعني التكنيكال اس او والاون بيج اس او دول جوه الويب سايت مع بدايه البناء ومع كتابه المحتوى، دول لازم نهتم بيهم. الاوف بيج اس او ده بيبقى الى حد ما خارج نطاق التحكم، وبيبقى خاص بقى انك انت تضيف الباك لينكس بتاعتك، او تخلي مواقع تانية تشير الى الموقع بتاعك تكون مواقع ذات ثقة وذات موثوقية، عشان جوجل يبدأ يحس ان انت الاثوريتي بتاعتك عالي، وان انت بتقدم محتوى مفيد للزائر، ويبدأ يظهرك في نتائج متقدمة في محركات البحث. طب ايه هي بقى العوامل اللي بتأثر على ظهور الموقع بتاعي في صفحات جوجل الاولى او صفحات محرك البحث عموما يعني؟ اول عامل اللي هو جودة المحتوى. طبعا ان انت لازم المحتوى بتاعك يكون ملائم لنية الباحث، يعني ان اليوزر لما يسيرش على محركات البحث ويبدأ ان هو يدور مثلا على حاجة معينة، على تليفون، على لابتوب، على اي حاجة، المفروض ان انت تظهر في نتائج البحث كريليتد او كملائم للبحث اللي حصل من اليوزر. بعد ما اليوزر يخش برضو المفروض انك انت المحتوى بتاعك يبقى كويس جدا، ما يبقاش فيه زي ما كان بيحصل زمان كيورد ستافنج، الناس تقعد تحط كلمات مفتاحيه كتير عشان تعمل رانك في الويب في جوجل. فالموضوع ده طبعا اتلغى، وجوجل بقت تشتغل على الموضوع ده جامد جدا، وبتهتم بان المحتوى لازم يكون جودته عاليه جدا ومرتبط بالكلمات البحثيه اللي بيبحث عنها الزائر. تاني حاجة وهي قوة الموقع والصفحات، اللي هي زي ما قلنا اللي هي الدومين اوثوريتي والبيج اوثوريتي، ودي بتيجي من حاجتين: جودة المحتوى، وحاجة تانية ان يكون في ويب سايت ذات موثوقية عالية عند جوجل او مشهور جدا يعني، ويبدأ ان هو يحط لينكات تشير للويب سايت بتاعك.
وممكن تكون دايركتوريز، ممكن انك انت تحط الويب سايت بتاعك برضو الصفحات دي ذات موثوقيه، وبتقول لجوجل ان الويب سايت ده كويس وبيقدم محتوى كويس والموثوقيه بتاعته كويسه جدا. تالت حاجه وهي تحسين الاون بيج اس اي او. زي ما قلنا الاون بيج اس اي او اي حاجه بتحصل جوه الويب سايت بتاعنا، من محتوى، من وصف للصور، اي كلام جوه يشير الى الويب سايت ده بيتكلم عن ايه، عشان لما يجي سواء كان في بحث الصور او في البحث بتاع الكلمات المفتاحية يظهر للزائر حاجة تكون ريليتد او ذات صلة للمحتوى اللي انت بتقدمه. طبعا لازم نهتم جدا جدا بموضوع الام بيج اس اي او، وده بيبقى في محتوى الصفحات وعنوان الصفحه، في الهيراركي بتاع الهيدنج، يعني ان انت تعمل في الصفحه اول الصفحه H1، بعد كده تبدا انك انت تعمل العناوين الفرعيه H2 عشان تبتدي تظهر بشكل مرتب يبقى مريح لعين الزائر. وفي نفس الوقت الكرولرز اللي اتكلمنا عنها لما تيجي تخش الويب سايت بتاعك او الروبوت بتاعت السيرش انجنز، لما تيجي تخش تفهم الويب سايت بتاعك من الهيدنجز تبقى بشكل هرمي، يعني H1 H2 H3 على حسب المحتوى بتاع الصفحه بتاعتك. رابع حاجه وهي تجربه المستخدم او اليوزابيلتي تيستنج، اليوزر اكسبيرينس، اللي هي زي ما قلنا برضو التكنيكال اس اي او دي برضو من العوامل المؤثره جدا جدا في محركات البحث. يعني محرك البحث لما بيجي يطلع ويب سايت الاثنين فيهم جوده محتوى كويسه ممكن يقدم اللي سرعته عاليه، لان هو مش بيكتشف السرعه على قد ما بيكتشف الباونس ريت. يعني انا لو دخلت الويب سايت ده مثلا النتيجه الثالثه مثلا سرعته اعلى من النتيجه الاولى، فابتدي اشوف ان الباونس ريت في النتيجه الثالثه او في النتيجه الاولى اعلى، فابتدي اقلل الترتيب بتاعه. فهي دي الفكره، انك انت لازم تبقى تجربه المستخدم بتاعك استثنائيه، عشان محركات البحث عايزه الناس تخش من خلالها تشوف الويب سايت بتاعك، فانت لازم تخلي تجربه المستخدم استثنائيه. اخر حاجه وهي اللي لسه متكلمين عليها حاليا، هو العنصر الخامس في العوامل المؤثره في ترتيب الموقع بتاعنا، اللي هي الزيارات والتفاعل. زي ما قلنا الجوجل بيكتشف عن طريق الجوجل اناليتكس او عن طريق الروبوتس اللي بتخش على الويب سايت بتاعك اليوزرز بيقعدوا قد ايه، اللي هي السيشن انجيجمنت او مدى تفاعلهم، الجلسه الواحده بيقعدوا فيها قد ايه. فلو الجلسه الواحده بيقعدوا فيها 3 دقائق الجوجل هيفهم او محركات البحث هتفهم ان الموضوع ده ذات صله ومفيد جدا للزائر، فهتبتدي تعليه في محركات البحث، لان الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. زي ما قلنا جوده المحتوى مع قوه الموقع كله بيصب في ناحيه تفاعل اليوزر مع الويب سايت بتاعك. كل ما التفاعل زاد كل ما جوجل او محركات البحث في العموم شافت ان الويب سايت بتاعك ده موثوقيه عاليه، هتبتدي تعلي الدومين اوثوريتي والبيج اوثوريتي، وفي نفس الوقت هتبتدي تظهره لكلمات مفتاحيه اكتر ويساعدك اكتر في الوصول في كلمات مفتاحيه اكتر في ترتيب الويب سايت بتاعك في محركات البحث. ده كان بالنسبه للاس اي او بشكل مبسط جدا. ان شاء الله في فيديو تاني باذن الله هشرح الكلام ده عمليا على اداه ويب فلو، وازاي ان احنا نهتم بكل التفاصيل دي عن طريق اداه الويب فلو، لانها زي ما قلت قبل كده اسهل واسرع اداه تطلعك للسوق، وفي نفس الوقت يبقى الويب سايت بتاعك ستيبل وسكيور وجاهز لمحركات البحث وجاهز ان هو يتشاف ويخدم البيزنس بتاعك بشكل انت ما تتخيلهوش. ده كان بالنسبه للفيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. شكرا جدا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله.